بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع العشري. خسارة الزمالك من إنبي خسارة فضيحة، وخسارة مؤسفة، وخسارة موجعة من لعيبة عالة، ومدرب خلاص ما عادش ينفع، والدنيا بايظة، وحاجات كتير الواحد كان ساكت عليها، ولكن أنا هنتقد وهسكت عشان عندي ماتش يوم الجمعة. هو أكون أو لا أكون، وباللي أنا شفته النهاردة أنا لا أكون. أنا مش عارف أبني هجمة قدام إنبي، مش عارف أجيب جون قدام إنبي، ما عنديش لاعب راجل في الملعب قدام انبي. دي نقطة. النقطة التانية، عندي حكم من أسوأ الحكام في الدوري المصري. ضربة جزاء صريحة نادي الزمالك تغاضى عنها الحكم لمصطفى شلبي، وكان عبد الغني كمان معاه. يعني نفسي افهم، هو مش في فرض؟ دي نقطة. النقطة التانية، هو انت اصلا كنت فين اصلا في الصورة؟ هو المخرج اللي هنفضل نطبل كتير ونخفي صور بتطلع؟ طب ما الكادر ظهر في الفاول على حسام عبد المجيد، الكرة اللي خد فيها انذار. وبمناسبة الانذارات، في الشوط الاول اللعيبه كانت بتدغدغ سيف جعفر وزيزو ودونجا وشلبي، وانت ما تطلعش انذارات. الشوط الاول او على نادي الزمالك بالاصح، انت ناسي الانذارات لعيبه انبي، ومش عايز تحسب حاجه، وما بتحسبها بتحس ان انت بتمن علينا بقرعتك اللي شبه هو انت ده منظر حكم اصلا بيدير ماتش؟ هو مش فيه فار ولا في تقنيه في ان انت ترجع لي هجمه، ولا انت اصلا عندك لياقه بدنيه في المباراه؟ هو انت بتجري اصلا والكره قدامك سابقاك 10 متر، يبقى انت هتحسب كره ازاي؟ هتحسبها فاول ولا هتحسبها انذار ازاي؟ يا عم انت ضربه الجزاء ما شفتهاش، ارجع اللي قاعدين على الفار، اللي قاعدين على الفار بيكسكسوا والمخرج مش عايز يعيد. روح اتفرج واطلب، هات صوره واتنين. انت عندك زاويه اللي عادت كره حسام عبد المجيد، ليه الزاويه دي ما اتعادتش؟ وليه الكره اصلا المخرج ما عادهاش؟ يعني لو تلاحظوا المخرج اصلا ما عادش الكره، المخرج ما عادش الكوره. فانا مش فاهم في ايه بقى. يعني لو انا عندي لعيبه عاله ومدرب ما بيفهمش والدنيا عندي خرابه، طب ما انا كان ليا ضربه جزاء، ليه ما بتحسبهاش؟ ليه ما بتدينيش حقي في الملعب؟ اديني حقي عشان اعرف اكسب. يا عم لما يجي لي ضربه جزاء واضيعها مالكش فيه، لكن اديني حقي. ايه دي؟ نقطه التحكيم والتصوير. فريرا اللي انا يعني انا هسكت لحد ماتش يوم الجمعه، هسكت لحد ماتش يوم الجمعه. شباب بلوزداد، اللي بالمناسبة شباب بلوزداد هتتعادل معانا او هتكسبنا على الأقل. أنا ما عنديش 1% إن أنا هقدر أكسب باللعيبة ديت أو بالمدرب ده. يعني لو أنا عندي لعيبة كويسة شوية فأنا ما عنديش مدرب، كل دماغه الشرط الجزائي، كل دماغه الشرط الجزائي. فمع احترامي بقى، الدنيا باظت. هاتوا مدرب يا جدعان، والله هاتوا مدرب، هاتوا مدرب. يعني مع احترامي الكابتن طارق يحيى اللي بطلع اقول عليه بيقول اي حاجه، والله هو لو مدرب هيبقى بيفهم عنه. والله انا لو جبت واحد بيدرب فريق 2005 تحت هيبقى بيفهم عنه. خلاص فيريرا بجد انتهى. اولا خلاص هو عدى، وثانيا كل مباراه يجي يتكلم فيها يقول لك يعني النهارده قال تصريح يقول لك ايه؟ مباراة انبي خسرت مباراة انبي مثل خسارة مباراة اسوان والمباراة اللي بعد مباراة اسوان، ولا تنسوا اننا ابطال الدوري والكاس. هو انت كل تصريحك انت خدت دوري وكاس؟ يا عم احنا عارفين احنا خدنا دوري وكاس، احنا عايزين دوري وكاس تانيين، عايزين كاس سوبر اللي انت خدت فيه على قفاك من الاهلي، عايزين نصعد من المجموعه بتاعت افريقيا. فيعني استقيموا استقيموا وارحمكم الله يا جدعان، فوقوا يا جدعان، فوقوا فوقوا بجد. يعني هرجع اقولها تاني، الزمالك اكبر منكم، الشعار ده اكبر منكم، النادي ده اكبر منكم، لعيبه بمدربين بجهاز فني باداره بكل حاجه. فاحنا عايزين نفوق شويه، عايزين نفوق شويه كتصوير وتحكيم واخراج وكل حاجه. الكره في مصر زفت،
شوف الدوري السعودي عامل ازاي، ولا الدوري الاماراتي، ولا الدوري السعودي عامل نظام ازاي تدخل شمروخ الملعب، وانت هنا بتمنع عن دور بنك والازايز الميه. ففي حاجات كده الواحد يعني في تفاصيل اصلا بتضايق الواحد، باخراج، بتصوير بمعدات وحشه، اتش دي، مش عارف بتصور اس دي. الدوري السعودي بيصور الدرجه الثانيه 4K، وانت لسه بتصور ماتشات في الدوري المصري اس دي مش اتش دي. بس دي بالمناسبه كنا بنحفل على النادي الاهلي انه خسر من صن داونز 4-5-2. وبالمناسبه هتكلم عن نقطه، الاهلي متوفر له كل سبل الراحه، او بمعنى عنده استقرار اداري، اللي بالمناسبه جمهور الاهلي بيشتم الخطيب. عنده مدرب لسه كسبان كاس السوبر وعمل ماتشات كويسه معاهم، وكان في كاس العالم. قدر يشتري صفقات براحته باللعيبه اللي هو عايزها، بالفلوس اللي هو عايزها. الحكام بتساعده، والتصوير والاخراج واتحاد الكوره وكل حاجه في مصر. عنده 4 أو 5 عوامل، بلاش 5 عشان بتزعل. عنده 4 أو 5 عوامل مساعدينه. هو برضه معاه كام نقطه في افريقيا؟ مع 4. طب ما انا معايا 4، بس الاعلام المصري مصدر لنا ان الاهلي عنده امل انه يصعد وياخد افريقيا، والزمالك ممكن ينزل. فهو ده الاعلام المصري الجميل بتاعنا. تمام. فاخيرا اخيرا يا فيريرا، فوق فوق، مش هقولها تاني، فوق بجد. فوق. عندنا ماتش يوم الجمعة مع شباب بلوزداد في الجزائر. فوق يا جدعان، فوق يا جدعان، فوق. خسرتم او تعادلتم ما تلزمونيش كلكم. المباراة ديت اكون او لا اكون، وانتم ما شاء الله عليكم انتوا كلكم لا اكون، لانكم اصلا يعني بلاش.